طيب خلينا نشوف المقطع. بالخير، أنا توني واصل جدة وفي كم سنابة حتنزل الآن، اللي يشوفها يقدر يساعدهم يساعدهم. راح أزور عائلة الآن أسأل الله أن يفرج همهم، وراح أحط تلفون أمهم. أسألكم بالله لا أحد يزعجها إلا اللي بيعمل خير، اللي مو بعمل خير. هذا واحد، وهذا الثاني، وهذا الثالثة، وهذا الرابع، وهذا الخامس. أسألكم بالله اللي يقدر يعالجهم ويتبناهم ويدخلهم مستشفى في جدة، يا من أعطاكم الله وأغناكم، أسألكم بالله توقفهم. أمهم تقول علاجهم في مستشفى الملك فيصل التخصصي. هذه رسالة أوجهها لكل من أعطاها الله يا جماعة. خمسة وكلهم حالي أم شوقي 20 سنة. أسأل الله يجعلها موازين أعمال. الأولى 20 سنة وهذا من 15 ومن هذا 10 سنين. أنت شفت الحالة، اللي يقدر يخدمهم ويوصلهم لا يتأخر عليهم أبد. أسأل الله يجعلها موازين أعمالكم. السلام عليكم. على فكرة العائلة ما لها أي حساب في البنك، وعائلة فقيرة جدا جدا جدا، يعني حتى حساب ما عنده حساب. الله يعين. أسأل الله يشفيهم. أنت رايح لهم متقصد، رايح لجدة عشان العائلة دي؟ لا، العائلة هذه أنا أعرفها، والحقيقة من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في ناس كثير خدموني في دعم هالعائلة ماديا، ولكن ما ينفع المال مع المرض. مهما كان عندك ملايين الدنيا وأنت عاجز تتحرك ما تنفع. العائلة هذه أمهم عندها كرامة نفس وعندها عفة عجيبة غريبة. كنا نجيب لها شغلات شهرية، إعانات مادية، شغلات بسيطة يعني على قدنا، أنا ما نملك مليارات ولا شيء. وكان في ناس من الخير صراحة حقيقة. لكن يوم من الأيام وصلت جدة، فدقت علي قالت فايز تعال البيت. جيت البيت، طبعا أكبر واحد من عيالها عمره 39 سنة، وهي كبيرة في العمر، يعني واحدة مرة عجوز. فقالت أنا ما أقدر في عيالي، لأن إذا حركت واحد منهم تنكسر يده، إذا حركت واحد منهم تنكسر رجله، فأرجوك سوي اللي تقدر عليه يا فايز. أنا أكذب عليك ما أقدر، أنا ما أملك، أنا لو أملك والله ما عندي مشكلة لا أسويها، لكن ما أملك شيء. قالت أنا خلاص يستلم رحمة الله، سوي شيء نخدم في عيالي. المشكلة في بنات أعمارهم على 28 و 27. قلت ما في إلا أصور فيديو. قالت سوي اللي يعجبك. صورنا فيديو، وترى على حالة هذه لها 20 سنة. يعني اللي الآن يشاهدنا ويقول ولده مزكم ولا تعبان ويقعد يسب وينعل ويقول لك ما، هذه لها 20 سنة وهي ممرضة وأم وخدامة للعائلة. صورت سناب لهم، ومن جميل ستر الله ورحمة الله بعد السناب تكلم الأمير محمد بن سلمان وتكفل في علاجهم. قال عالجهم بأي طريقة، لا بإذن الله أنه ما يطلعون لم شافي معافين. لكن أنا أقول الحاجة اللي تؤلم أنه هذا اللي شافهم فايز. طيب اللي ما شافهم فايز، اللي ما يعرفون فايز ولا عنده لا نت ولا سناب ولا لا حول ولا قوة. في شغلات مؤلمة مرة. أنا أعرف إن في ناس فقراء، وأعرف إن في ناس محتاجين، وأعرف إن في ناس معدومين، وكثير جدا. يعني أنا لما يجيني على السناب ولا على الفيس ولا على تويتر ولا على الواتس عندي في حالات كثيرة جدا، بس أنا ما أملك شيء. في بعض الناس قلت ما أقدر يا أخي، إذا أنت بتثبت فواتير كهرباء ولا بتطلع سجين ولا بتعالج، يعني أنا ما قارني لما يجيني واحد يقول أبوي ولا أمي في سرطان ماني قادر أدخل المستشفى. هذه مصيبة كبيرة جدا. وهذه رسالة أنا أقولها لكل من أغناه الله وأعطاه. ترى عندنا فقراء، عندنا ناس محتاجة. أنا والله العظيم ما بيدي شيء والله العظيم، لكن زيد الحالات ترى هذه حالات بسيطة، في مرحلات شغلات ما تخيلها. يعني أنا أذكر بعد في حالة من الحالات 6 خوات معاقات، 6 خوات وأخو مجنون بعد،
يعني واحد من اخوانهم فاقد عقله. ما انسى لما كلمت سمو الامير الوليد بن طلال قلت له العائله كذا 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 يا سمو الامير. قال الان يجيك ناس من مكتبي. جاء وشافهم شقه والله العظيم انا ما انسى الموقف هذا. جاء وشاف الشقه قال اشتروا لهم بيت، شروا لهم بيت ب 2 مليون. وجاء خير كثير هالرجل. لكن الى متى؟ طيب اللي ما عنده، اللي في الشمال، اللي في الجنوب، طيب. اللي في الشرق، اللي في الغرب، اللي ما عنده لا نت ولا يعرف واسطه ولا يعرف تويتر ولا يعرف فايز المالكي ولا يعرف، يموت. لا حول ولا قوه الا بالله. نطلع فاصل ونرجعكم.